عاوز تتعلم أكتر من 100 كلمة معظمهم مع الأمثلة؟ عاوز تتعلم قواعد الجرامر مع الأمثلة؟ عاوز تتعلم ترجمة معاني سورة البلد باللغة الإنجليزية؟ لو عاوز كل ده يبقى لازم تتابع فيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سيد كامل MSK من قناة يلا إنجليزي اللي مهتمة بتعليم اللغة الإنجليزية. ومعانا قائمة تشغيل اسمها Learn English from Quran أو تعلم اللغة الإنجليزية من ترجمة معاني سور القرآن الكريم. والنهاردة معانا ترجمة سورة البلد زي ما قلنا. في السلسلة دي بنحاول نطلع الكلمات اللي موجودة في ترجمة السورة وبعض التركيب الموجودة مع الأمثلة علشان نتعلم من خلالها اللغة الإنجليزية. طبعا لو دي أول مرة تشوف محتوى القناة بتاعتنا فبننصحك تخش تحت في القناة وتاخد جولة في الفيديوهات وتشوف قائمة تشغيل. ولو عجبك المحتوى بتاعنا بننصحك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وما تنساش طبعا اللايك والشير والكومنت لأن كل ده بيدعمنا نكمل في المحتوى. ويلا بينا نبدأ الفيديو. متعودين أول حاجة بنترجمها بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. أو in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. The entirely merciful, the especially merciful. وكنا قلنا قبل كده entirely merciful يعني رحيم الرحمة العامة entirely للكل. وإذا especially merciful معناها الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين especially merciful. أول آية معانا لا أقسم بهذا البلد والترجمة هتبقى I do swear by this city. I do swear by this city. أنا do swear أقسم by this city بهذا البلد. طبعا احنا عارفين ان I ضمير متكلم ولازم دايما يكون capital letter أو حرف كبير. لازم يتكتب حرف كبير أول الجملة أو وسط الجملة أو آخر الجملة. do swear يعني أقسم وده أسلوب تأكيد. حطينا do قبل الفعل علشان أعمل تأكيد. كان ممكن أقول I swear بس عشان عايز أعمل أسلوب تأكيد حطيت do قبل الفعل ووراها الفعل في المصدر. لو عايز تعمل أسلوب تأكيد في المضارع البسيط بتحط do أو does قبل الفعل ووراها الفعل في المصدر. لو عايز تعمل كده في الماضي البسيط تحط did ووراها الفعل في المصدر برضو. فمثالا أنا ممكن أقول she cooks لكن في التأكيد بتاعي هقولها she does cook. she does cook. خلي بالك أنا حطيت does والفعل وراها في المصدر. لو عايز أعمل كده في الماضي عايز أقول مثلا I played التأكيد بتاعي هيبقى I did play. I did play أسلوب تأكيد. معانا كلمة swear وswear معناها يقسم أو يحلف والماضي بتاعها swore والتصريف الثالث sworn. swear swore sworn. الفعل ده فعل غير منتظم تصريفاته مختلفة. ومعانا فعل اصطلاحي أو phrasal verb مرتبط بكلمة swear off يعني يتوقف عن. swear off يتوقف عن. والمثال بيقول he swore off gambling يعني هو توقف عن القمار أو المقامرة عزكم الله. he swore off يعني توقف عن. swear off يتوقف عن. he swore off gambling يعني توقف عن لعب القمار. معانا برضو كلمة buy وكلمة buy خدناها أكتر من مرة في الفيديوهات اللي قبل كده وكان معناها دايما القسم by the sun by the night والشمس والليل. أو كمان buy ممكن تيجي معنا وسيلة المواصلات I go to school by car مثلا. أو بتيجي في الجملة اللي فيها مبني المجهول the cake was made by mom بواسطة أمي. وممكن كانت by كمان تيجي بمعنى بجانب I am standing by the door أنا واقف جنب الباب. كل ده خدناه قبل كده. هنزود لها معنى جديد النهاردة ولو جت بعد أفعال زي كلمة go أو run يعني معناها مرن بيه. go by أو run by يعني يجري مرن بيه أو يمشي مرن بيه. مثال I was washing the car when the boy ran by. I was washing the car when the boy ran by يعني أنا كنت بغسل العربية لما الولد جري وعدى عليا. مرن بيه go by أو run by يبقى لما بتيجي بعد الأفعال دي يبقى معناها يجري مرن بيه أو يمشي مرن بيه. وخدنا برضو في الفيديو اللي فات buy and buy وكان معناها eventually يعني في النهاية. وبرضو كان معانا by and large و by and large معناها generally يعني عموما. وكان معانا برضو كلمة by all means وكان معناها of course أو certainly يعني بالطبع. وتعبير جديد النهاردة fine by me يعني مناسب بالنسبة لي ودي بتساوي alright by me. Monday is fine by me يعني لو يوم الاثنين ده مناسب بالنسبة لي. استخدام تاني لكلمة by
ودي بتيجي في الازمنه التامه، في الازمنه التامه، المستقبل التام والماضي التام. واحد يسالني يعني ايه مستقبل تام او ماضي تام؟ المستقبل التام ده كانك بتقول ان الفعل ده هيبقى حصل في المستقبل. يعني مثلا الساعه 6 هكون خلصت الفيديو، الساعه دلوقتي لسه 5، فلما تيجي 6 هكون خلصت، فاقول by 6 o'clock I will have finished. I will have finished. فباي وقت في المستقبل بتحط وراها مستقبل تام. will have والتصريف الثالث للفعل. تاني by 2025 I will have finished my studies. يعني لما تيجي سنة 2025 هكون خلصت دراستي، هكون خلصت. will have تصريف ثالث. will have cooked, will have played. ده اسمه مستقبل تام. تمام كده؟ اما لو انت بتتكلم عن الماضي وحطيت باي وراها وقت في الماضي هتحط ماضي تام، يعني قصدك تقول ان الفعل ده حصل قبل الماضي، فبتقول مثلا by 2001 I had joined university. by 2001 I had joined university. يعني لما جت سنة 2001 كنت انا دخلت الجامعة. had joined يبقى الفعل ده حصل قبل 2001. تاني يبقى كلمة باي دي لو جه وراها وقت في المستقبل يبقى ده مستقبل تام. فمثلا ممكن نقول باي 2045 قبل سنة 2045 I will have retired. هكون تقاعدت من الشغل. أو تقول لو أنت عايز تتكلم عن الماضي التام by 2001 I had joined university. يعني كنت دخلت الجامعة قبل 2001. من الكلمات برضو كانت موجودة في الآية كلمة city، وكلمة city معناها مدينة زي القاهرة، اسكندرية، كل الكلام ده مدن كبيرة إلى حد ما. أما لو عندك مدينة صغيرة دي بقى اسمها town. وما تنساش إن كلمة capital معناها عاصمة، capital عاصمة. أما قرية فيبقى اسمها village. أما بلد بقى يعني country بلد. أما قارة يبقى دي اسمها continent. سيتي مدينة كبيرة، تاون مدينة صغيرة، كابيتال عاصمة، فيليج يعني قرية، وكونتري يعني بلد، أما كونتيننت يعني قارة. الآية تاني I do swear by this city. لا أقسم بهذا البلد. الآية التانية وأنت حل بهذا البلد. والآية ممكن يكون ليها معنيين. حل يعني ساكن، قاطن في البلد دي، ساكن فيها. أو معناها إن أنت معلكش عقاب لو دخلت وعاقبت المشركين. يبقى ليها كم معنى؟ ليها معنيين أو تفسيرين. فهنترجم المعنى الأول ونقول and you are an inhabitant of this city. and you are an inhabitant of this city. and you أنت are تكون an inhabitant يعني ساكن أو قاطن of this city لهذه المدينة، ساكن للمدينة ديت. ونشوف بقى الكلمات الموجودة. هي كلمة واحدة هنركز عليها، كلمة inhabit. وinhabit معناها يسكن يعني live in. فرق ما بينها وبين كلمة inhibit يعني يحرم أو يمنع، لكن دي inhabit يعني يسكن. وجاء منها كلمة inhabitant، وinhabitant يعني ساكن، وده الاسم inhabitant يعني ساكن، an inhabitant يعني ساكن أو قاطن. أما لو أنت عايز توصف حاجة إن هي تقدر تسكن فيها اسمها inhabitable يعني المكان ده ينفع الناس تسكن فيه، وعكسه uninhabitable. فممكن أقول this house is inhabitable يعني ينفع الناس تسكن هنا. وممكن أقول oh no this house is uninhabitable يعني المنزل ده ما ينفعش حد يسكن فيه. أما بقى لو المنزل مسكون يعني في حد قاعد فيه فاسمه inhabited. ونشوف الأمثلة. These remote islands are only inhabited by birds. يعني الجزر النائية دي مسكونة فقط بواسطة الطيور. are inhabited مسكونة. It is a city of 5 million inhabitants. يعني المدينة دي فيها سكان 5 مليون. يبقى الترجمة الأولى and you are an inhabitant of this city يعني وأنت حل بهذا البلد، أنت ساكن في البلد ده. أما الترجمة الثانية اللي معناها إن أنت في حل أو أنت ما فيش مشكلة، لا حرج عليك أنت تعاقب المشركين في البلد ده. and you are free from restriction in this city مكة. وأنت حل free from restriction in this city مكة.
يعني ايه free from restriction؟ يعني معلكش قيود، حر. free from restriction، مفيش قيد عليك في ان انت تعاقب المشركين. وتوضيح الآية بيقول يقصد الريستريكشن هنا ايه؟ from sin to punish the enemies of Islam on the day of the conquest. يعني لما تيجي يوم الفتح وانت داخل مكة ممكن تعاقب المشركين في البلد الحرام ده. and you are free from restriction from sin to punish the enemies of Islam on the day of the conquest. and you are free from restriction from sin to punish the enemies of Islam on the day of the conquest in the city مكة. بقى الكلمات اللي كانت موجودة معانا، أول حاجة كلمة free. free، كلمة free ممكن تيجي بمعنى حر معلوش قيود أو حر مش عبد يعني، وكمان ممكن تيجي بمعنى مجاني. ممكن أقول you are free to go، you are free to go، أنت حر اذهب براحتك زي ما أنت عاوز. أو ممكن أقول this item is free، this item is free، يعني الشيء ده مجاني من غير فلوس، يبقى free حر أو مجاني. الكلمة التانية كانت معانا restrict. restrict 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 معناها قيد أو يقيد. المثال بيقول you should restrict the number of visitors. you should restrict the number of visitors، يعني لازم تقيد أو تحدد أو تقلل عدد الزوار. وجاء منها كلمة restricted. restricted يعني مقيد أو محظور أو محدد، مقيد أو محظور أو محدد، وتعتبر صفة. he had only restricted access to the site. he had only restricted access to the site، يعني هو عنده دخول محدود جدا في السايت ده في الموقع ده. أما الاسم منها restriction اللي هو التقييد. restriction تقييد. the restriction of personal freedom. the restriction of personal freedom اللي هو تقييد الحرية الشخصية. معنا برضو التعبير ده اللي هو free from sin. free from sin يعني ليس عليك حرج. وكان معنا برضو كلمة punish، وكلمة punish معناها يعاقب. punish يعاقب. المثال بيقول smacking is not an acceptable way of punishing a child. smacking اللي هو الضرب على الوش is not an acceptable way، ما هوش طريقة مقبولة of punishing a child. of punishing عقاب، المعاقبة يعني. punishing ده الفعل محصول ing يعني punishing of punishing a child لمعاقبة الطفل. كلمة punish جاية منها الصفة punishable. و punishable معناها يعني مستحق للعقاب، لو عملت الفعل ده يبقى انت المفروض تتعاقب. والمثال بيقول it is a crime punishable by death. it is a crime punishable by death يعني دي جريمة يعاقب عليها بالموت. punishable a crime punishable by death. والاسم من punishment اللي هو العقاب. والمثال بيقول he was sent to bed as a punishment. he was sent to bed as a punishment يعني هم خلوه يروح السرير بتاعه بدري تقريبا كعقاب as a punishment. وكان معانا برضو في الآية كلمة enemy، وكلمة enemy معناها عدو. enemy عدو، وجمعها enemies. وخلي بالك ان الواي قبلها ام حرف ساكن، فلما جينا جمعنا حطينا اي اي اس، شلنا الواي وحطينا اي اي اس. enemy enemies، baby babies، lorry lorries، وهكذا. اما لو الواي قبلها حرف متحرك ما كناش هنعمل كده، زي مثلا boy boys، الواي قبلها او فما خليناش الواي بقت اي اي اس، بتبقى واي زي ما هي عشان قبلها حرف متحرك. وكلمه انمي ممكن يكون معناها عدو للانسان او عدو لفكره، كاره فكره معينه. الكلمه دي ممكن تتحط في المصطلح ده be your own enemy. be your own enemy يعني تبقى انت عدو نفسك، انت مش عارف مصلحتك يعني. زي مثلا لما اقول I'm trying to help but he is his own enemy. I'm trying to help but he is his own enemy. عايز اساعده بس هو مش عاوز مصلحته، هو عدو نفسه. his own enemy عدو نفسه. كان معانا كلمة conquest، وconquest يعني الغزو او الفتح، وممكن تيجي معنا تسلق جبل، لما تقهر جبل تطلعه كده تغلبت عليه يبقى انت كده عملت conquest. جمت الآية تاني and you are free from restrictions from sin to punish the enemies of Islam on the day of the conquest in the city مكة وأن تحل بهذا البلد. الآية الثالثة ووالدي وما ولد، والترجمة هتبقى and by the begetter and that which he begot. and by the begetter and that which he begot. ووالدي وما ولد. طبعا and و by the begetter ووالد and that which اللي هو what يعني he begets واللي بيجيبه يعني وأبنائه يعني الوالد والسلالة بتاعته. كلمة begetter ممكن أشيلها وأحط مكانها parent أو أحط مكانها father.
يبقى ممكن اقولها begetter او اقولها father او اقولها parent اللي هو مقصود بيه سيدنا ادم. تمام كده. and that which he begets. وممكن كمان اقول and by the begetter father او parent سيدنا ادم and that which he begets او كل الكلام ده ممكن احط مكانها progeny اللي هو النسل الاوفسبرينجز يعني. الكلمات اللي كانت معانا كلمة begetter دي جاية من كلمة beget. كلمة beget قلناها قبل كده في ترجمة سورة الإخلاص، لو كده ارجع شوف الفيديو لو ما شفتوش، ودي معناها يلد أو يكون أبا لي. والكلمة دي old use يعني مش مستخدمة كتير جدا، هتلاقيها في الكلام الفورمال في الكلام الديني، لكن مش مستخدمة بطريقة كبيرة يعني برضو، بس تبقى عارف عشان لو قابلتها. جاء منها كلمة begetter اللي هو الوالد. كلمة beget كمان لو هتستخدمها بقى بالاستخدام الحالي ممكن يكون معناها يجلب أو يسبب، وهتبقى بتساوي give rise to أو cause أو bring about. give rise to bring about أو cause يسبب أو يجلب. success begets further success يعني النجاح بيجي النجاح أكتر منه. وكمان مثال تاني بيقول hunger begets hunger يعني الجوع بيولد الجوع أو بيجلب الجوع. معانا برضو كلمة father، وكلمة father عارفينها إن معناها أب، بس ممكن كمان يكون معناها الأب الروحي ليه أو مخترع كذا أو حد يستخدم كذا. أقول my father ده والدي أبويا، لكن لو قلت the father of short stories أنا قصدي أقول هو ده الشخص اللي ابتدع الموضوع ده، هو أول واحد يعمل كده أو هو أشهر واحد كان بيعمل كده. the father of science fiction أبو الخيال العلمي، يعني مثلا جول فيرن the father of science fiction هو أبو الخيال العلمي. معنا كلمة parent، وكلمة parent معناها ولي أمر أو والد أو والدة يعني. كان معانا كلمة progeny، وكلمة progeny قلناها زي offspring اللي هي معناها نسل أو سلالة. ترجمة الآية تاني the begetter father أو parent آدم and that which he begets أو his progeny والدي وما ولد. الآية اللي بعد كده لقد خلقنا الإنسان في كبد. وترجمة الآية Indeed we have created humanity in constant toil and struggle. أو ممكن تقولها hardship and distress. Indeed يعني حقا أو بالفعل. We have created humanity. لقد خلقنا. We have create يعني يخلق. Humanity الإنسان أو البشر عموما in toil يعني كفاح. struggle برضو كفاح أو جهاد. ممكن تقولها hardship صعوبة. distress يعني حرب أو ألم أو كدر. ناخد كلمة. أول كلمة معانا كلمة indeed يعني حقا، ودي بتساوي verily أو certainly. indeed ده أسلوب تأكيد طبعا. من الكلمات اللي كانت معانا برضو في الآية create وخدناها قبل كده كتير جدا، بس نقول عليها مثال نقول الله عز وجل created us. الله عز وجل خلقنا. وجاء منها كلمة creation اللي هو الخلق. creation of man is a wonder. The creation of man is a wonder. خلق الإنسان ده عجيبة أو معجزة. ومعانا كمان كلمة creator اللي هو الخالق أو المبدع. Allah is the creator. الله عز وجل هو الخالق. منها برضو الصفة creative خلاق أو مبدع. He is creative هو مبدع. كان معانا برضو كلمة creativity اللي جاية من كلمة creativity اللي هو الإبداع. creativity is a good thing يعني الإبداع ده شيء كويس. كان معانا كلمة humanity، وhumanity معناها الإنسانية، ودي جاية من كلمة human يعني إنسان بشر. ممكن تيجي صفة معنى بشري، يبقى human بشر أو بشري. humans اللي هم البشر. human brain is a miracle. يعني المخ البشري ده معجزة. فرق بين كلمة human و humane آخرها إيه. humane معناها طيب أو عطوف. imprisonment is not a humane punishment. كلمة humanity زي ما قلنا يعني الإنسانية، والمثال بيقول We want a clean, healthy environment for all humanity. يعني محتاجين بيئة نظيفة وصحية للبشرية جميعا. وكان معانا كلمة constant، وconstant يعني مستمر، وجاي منها الظرف constantly يعني باستمرار. constantly. He kept in constant contact with his family while he was in Australia. يعني هو خلى في تواصل دائم أو مستمر مع عيلته وهو في استراليا. المثال الثاني على كلمة constantly
He talked constantly about his work. He talked constantly about his work. كان دايما بيتكلم على شغله. ومن الكلمات اللي كانت معانا كلمة طويل، وكلمة طويل معناها يجد أو يكدح، حد بيجتهد يعني. ومنها برضو كلمة toiler يعني شخص مجتهد. I have been toiling away at my essay all week، يعني كنت بجتهد في المقال بتاعي أو الإساي بتاعي ده طول الأسبوع. معنا كلمة struggle معناها يكافح أو الكفاح نفسه. المثال بيقول they are struggling to bring up a family. They are struggling to bring up a family. يعني هم بيكافحوا علشان يبنوا عيلة. كمان كان معنا كلمة hardship، وhardship يعني صعوبة. والمثال بيقول many students are suffering financial hardship. يعني في تلاميذ كتيرة جدا بيعانوا من مصاعب مالية. Many students are suffering financial hardship يعني صعوبات مالية. آخر كلمة في الآية كانت كلمة distress، distress معناها كرب أو ألم أو كدر. His behavior caused his parents great distress. يعني سلوكه ده سبب ألم أو كدر أو كرب شديد جدا لوالديه. Created humanity in constant toil, struggle, hardship أو distress. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الآية اللي بعد كده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. وترجمة الآية بتقول Does he think that no one will be able to restrain him? أو will have power over him. Does سؤال بمعنى هل. He هو think يعتقد that أن no one لا أحد will be able to سيقدر على restrain يتحكم فيه أو يكبح. restrain يتحكم فيه أو يكبح. have power over him يعني يتحكم فيه أو يكون قادر عليه. ونبدأ دلوقتي ناخد كلمة ونشرحها. أول كلمة معانا كلمة does، وdoes دي بستخدمها علشان أعمل سؤال بمعنى هل في المضارع البسيط، وبحط وراها الفاعل بعد كده مصدر الفعل. does he think، does he know، does he see، does he eat. does الفاعل مصدر الفعل. امتى بقى استخدم do؟ انا بستخدم does لو كان السبجكت اللي عندي او الفعل اللي عندي he او she او it او اسم مفرد غائب، ساعتها بستخدم does علي، does he، does احمد، does she. اما do بستخدمها لو عندي الفاعل او السبجكت I you we they او اسم جمع، كل ده بستخدم معاه do، والاثنين في المضارع. اما did بستخدمها لو الجمله اصلا في الماضي، وفي كل الحالات اللي انا قلتها do او does او did بيجي السبجكت بعد كده الفعل في المصدر. does he cook، do they cook او did he cook. تمام كده، كل ده وراه فعل في الايه في المصدر. السؤال هنا بقى هو انا امتى بستخدم do does وامتى بستخدم am او is او are؟ ناس كتيره جدا بتسال السؤال ده. انا لو عندي في الجمله فعل، يعني مثلا بقول space he cook، فعل في المصدر بحط does او do او did. اما لو ما عنديش فعل في المصدر بحط am او is او ايه او are. تعالوا نشوف الامثله ديت. يقول لنا space are ولا do you happy؟ are ولا do you happy؟ لا، الاجابه are you happy، لان هنا في الجمله دي او في الكويستشن ده ما عنديش فعل، فانا هسال بي are you happy؟ هل انت سعيد؟ لكن في الجمله الثانيه او السؤال الثاني بيقول are ولا do you feel happy؟ are ولا do you feel happy؟ هنا عندي feel يشعر ده فعل، يبقى اسال ب do. يبقى انا بسال بام او is او are اللي هي verb to be لو ما عنديش فعل في الجمله، عندي صفه، عندي مكان، عندي ing. لكن لو عندي فعل في المصدر بسال بدو او does او did، وده الفرق ما بين الاثنين. معانا برضو كلمه think، وthink معناها يعتقد او يفكر، والماضي بتاعها think thought. وكلمه thought لوحدها هناخدها ودي تعتبر فكره، تعتبر اسم. thoughts I have some thoughts يعني عندي بعض الافكار، والصفه منها thoughtful وthoughtful يعني مراعي لمشاعر الاخرين او بيفكر في الاخرين. خلي بالك بقى كلمه think الفعل ده ليه حالتين في الانجليش. كلمه think ما بتجيش في الازمنه المستمره، يعني ما ينفعش حد يقول I'm thinking او he is thinking لو معناها يعتقد، فبقول I think he's clever اعتقد ان هو ماهر، مش بتقول I'm thinking he's clever، مش بتعتقد دلوقتي بس. لكن ينفع تيجي في المستمر او الكونتينيوس تنسز لو انت قصدك ان انت بتفكر في حاجه، فبقول لك مثلا leave me alone I'm thinking about the exams، سيبني لوحدي I'm thinking about the exams، انا بفكر في الامتحانات. كده كلمه think مش هتيجي في الازمنه المستمره لو معناها يعتقد، وهتيجي في الازمنه المستمره لو معناها يفكر فيه. معانا برضو كلمه no one، و no one معناها لا احد، ودي بتدي معنى نفي للجمله.
وخلي بالك ان no one و someone و anyone و everyone والضمائر النكرة اللي فيها one أو body no one nobody someone somebody بتاخد فعل مفرد والضمير اللي عايد عليها بيبقى ضمير جمع. شوف المثال ده no one is carrying their bags. no one is carrying their bags. مفيش حد شايل شنطته. تمام كده. no one is خدت فعل مفرد لكن الضمير اللي عايد عليها كان ضمير جمع. معانا برضو be able to. be able to بتساوي كلمة can يعني يكون قادر على. يكون قادر على وبيجي وراها فعل في المصدر. ممكن اقول I can swim او اقولها I'm able to swim. I can swim I'm able to swim. معنى كلمة restrain وكلمة restrain معناها يتحكم فيه او يكبح. المثال بيقول the parents restrained their children from using violence. the parents restrained their children from using violence. أولياء الأمور حكموا في ولادهم خلوهم ما يستعملوش العنف. have power over يقدر على. دي سلطة على. والمثال بيقول you should have power over your decisions. you should have power over your decisions. لازم تتحكم في قراراتك. خلي بالك ان كلمة power بتيجي معنى قوة او سلطة او طاقة او يمد بالطاقة. والصفة منها powerful و powerful يعني قوي. ممكن اقول this engine is powerful. الانجن ده او الموتور ده is powerful يعني قوي جدا. ترجمة الآية تاني هتبقى does he think that no one will be able to restrain him will have power over him أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. رقم 6 يقول أهلكت مالا لبدا. مالا لبدا يعني كثيرا. وفي قراءة تانية بتقول يقول أهلكت مالا لبدا. القراءة ديت مبنية على المعنى اللي في العربي. الكلمات ديت مختلفة علشان هما جمع الكلمات مختلفة فاحنا مش هنترى يعني في الانجليش المعنى مش هيبقى مختلف فاحنا هنترجمها كأنها حاجة واحدة. وترجمة الآية هتبقى he says boastfully I have wasted wealth in abundance. يقول أهلكت مالا لبدا. وممكن أشيل كلمة wasted وأحط مكانها squandered أو consumed. squandered أو consumed. وكلمة كلمة هنقول he says هو يقول boastfully. وboastfully معناها بتفاخر. I have wasted يعني أهلكت أو أنفقت أو معناها ضيعت. وممكن أشيل أحط مكانها كلمة squandered بنفس المعنى أو consumed يعني استهلكت. wealth اللي هو الثروة in abundance بشكل كبير مالا لبدا. He says boastfully I have wasted wealth in abundance. I have consumed wealth in abundance. I have squandered wealth in abundance. كلمات بقى he عارفين معناها هو. say يعني يقول. خلي بالك من النطق بتاعها في المضارع لما تحط عليها s. say says. say says. والماضي said يبقى say said says يقول. boastfully معناها بتفاخر ودي جايه من كلمه boast وبوست معناها يتفاخر بيه. والصفه منها boastful والحال او الظرف boastfully. والامثله بتقول he always boasts ودايما بيتفاخر. he's boastful يعني هو متفاخر. he speaks boastfully يعني هو بيتكلم بتفاخر. كلمه waste معناها يهدر او يضيع او تيجي معنى مخلفات. ممكن كلمه waste تيجي مع waste money اللي هو يضيع فلوس. waste resources يعني يضيع موارد او waste time يضيع وقت. وكمان بتساوي كلمة squander. squander معناها برضو يهدر. they squandered their money on useless things يعني هم أهدروا فلوسهم على حاجات ملهاش لازمة. they squandered their money on useless things. معنا كلمة consume يعني يستهلك وجاي منها consumer مستهلك consumer. ومعنا consumption وconsumption يعني الاستهلاك. وجاي منها rationalize consumption اللي هو يرشد الاستهلاك. rationalize consumption يعني ترشيد الاستهلاك او يرشد الاستهلاك. اما كلمة wealth يعني ثروة. wealthy يعني ثري. كان معنى كلمة abundance يعني وفرة. اما abundant يعني وفير. وin abundance يعني في وفرة او كثيرا جدا. ترجمة الآية السادسة تاني هتبقى he says boastfully I have wasted, squandered, consumed wealth in abundance. يقول أهلكت مالا لبدا. الآية اللي بعد كده أيحسب أن لم يره أحد. ترجمة الآية هتبقى does he think that no one observes him. does he think that no one observes him. ومعظم الكلمات اللي جت في الآية دي جت قبل كده في الآية اللي قبل اللي فاتت. بس كلمة observe وكلمة observe معناها يلاحظ أو يراقب. جاء منها observation اللي هي الملاحظة أو المراقبة. وكلمة observant اللي هي قوي الملاحظة. observe يلاحظ. observation ملاحظة. observant قوي الملاحظة. ترجمة الآية تاني does he think that no one observes him.
احسبوا أن لم يره أحد. بعد كده هنبدأ نترجم الآيتين دول مع بعض. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ترجمة الآيتين هتبقى Have we not given him 2 eyes, a tongue and 2 lips. طبعا ممكن أقول Have we not given him أو ممكن أقول Have we not made for him. given him أو made for him. وممكن أقولها 2 lips أو أقولها a pair of lips. كلمة كلمة بقى. Have we not يعني ألم نجعل الجملة منفية. made for him نجعل له اللي هي الترجمة الحرفية. أو given him يعني أعطيناه. 2 eyes يعني عينين. a tongue اللي هو اللسان. 2 lips اللي هي الشفتين. a pair of lips يعني برضو زوج من الشفاه. أول كلمة معانا كلمة give والتصريف الثاني بتاعها gave والتصريف الثالث given وده فعل بمعنى يعطي. ومعانا برضو كلمة make والتصريف الثاني made يعني يجعل أو يصنع. كلمة for معناها ليه أو لصالح. وممكن كمان تيجي بمعنى بسبب ليه أو لصالح أو بسبب. والأمثلة ممكن نقول I bought this for you. I bought this for you يعني اشتريت لك ده. أو ممكن تقول I am for this opinion. I am for this opinion أنا في صالح هذه الفكرة أو بدعم هذه الفكرة. وممكن كمان for تيجي معنا بسبب وتقول I go to school for I want to learn. I go to school for I want to learn. أنا بروح مدرسة بسبب إن أنا عاوز أتعلم for I want to learn. وطبعا الاستخدام ده بيبقى رسمي شوية أو formal ومش بتلاقيه كتير ودايما الناس بتستخدم مكان for هنا كلمة because. ممكن كمان for تيجي بمعنى بستخدمها في كذا فبتقول I use a knife for cutting. We use a knife for cutting يعني بنستخدم السكينة في القطع في التقطيع يعني. معنا كلمة two و2 معناها اتنين جاي من كلمة twice يعني مرتين. two اتنين twice مرتين. كان معنا كلمة a pair of و a pair of معناها زوج من زي a pair of shoes a pair of scissors يعني زوج من الأحذية زوج من المقص يعني الحاجات اللي بتبقى فيها جزئين دي بنقول a pair of trousers زوج من البنطلون a pair of socks زوج من الشرابات أعزكم الله. طيب خلي بالك بقى عشان في حته هنا برضو مرتبطه بالقواعد ان كلمه shoes كلمه trousers كلمه scissors تعامل معامله الجمع. فلو قلت I bought shoes او black shoes فقصدك ان البلاك شوز ده الجزمه دي اللي انت اشتريتها الفردتين دول بيعاملوا معامله الجمع فبتقول my shoes are تمام كده. الا لو حطيت كلمه a pair of لو قلت a pair of shoes يبقى is علشان هنا انت بتتكلم عن البير وكلمه pair مفرده تمام كده. تاني my shoes are لكن تقول the pair of shoes is. برضو كان معانا كلمة eye يعني عين وtongue اللي هو اللسان وكان معانا كلمة lip اللي هي الشفة. the apple of my eye the apple of my eye the apple of my eye معناها قرة عيني. the apple of my eye قرة عيني. أما المصطلح المرتبط باللسان وقلناه قبل كده في شورتس من الفيديوهات الشورتس اللي عندنا على القناة on the tip of my tongue on the tip of my tongue يعني لما تكون حاجة على طرف لسانك مش عارف تفتكرها انت عارفها بس مش عارف تقولها on the tip of my tongue يبقى your name is on the tip of my tongue يعني اسمك على طرف لساني انا عارفه بس مش عارف اقوله. لو عاوز تقول لحد سرك في بير هتقول له my lips are sealed my lips are sealed يعني انت قلت لي الكلام ده عمري ما هقوله لحد my lips are sealed. لو عايز تقول لحد بطل رغي هتستخدم كلمة lips وتقول له zip your lip zip your lip zip your lip يعني بطل رغي اسكت zip your lip. ترجمة الآيتين تاني هتبقى have we not given him أو made for him 2 eyes a tongue and 2 lips أو a pair of lips ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الآية رقم 10 وهديناه النجدين and shown him the 2 ways of right and wrong good and evil and shown him the 2 ways of right and wrong good and evil and shown him هديناه أو أريناه the 2 ways النجدين الطريقين يعني of right and wrong صح والخطأ good and evil والخير والشر. أول كلمة معانا كلمة show وكلمة show خدناها أكتر من مرة والتصريف الثاني بتاعها showed أما التصريف الثالث shown showed shown. كلمة show نفسها معناها يظهر أو يعرض show يظهر أو يعرض وممكن تيجي معنا عرض. في phrasal verb مرتبط بالفعل ده اللي هو show off وشو off معناه يتفاخر بيه أو يتباهى بيه. he's always showing off يعني هو دايما بيتباهى. وفي phrasal verb تاني أو فعل اصطلاحي تاني اللي هو show up يعني يجي يظهر. I waited but he didn't show up
I waited but he didn't show up. استنيت كتير بس هو ما جاش. كان معانا كلمة way و معناها طريق أو طريقة. ولو قلت on my way يعني أنا في الطريق. on my way في الطريق لكذا. لكن لو قلت in my way يعني حاجة واقفة في طريقك. هنقول I met him on my way home. أنا قابلته وأنا في طريقي للبيت. لكن عايز تقول in my way هتقول I couldn't pass. He was in my way. أنا ما قدرتش أعدي هو كان في طريقي. أنا قصدي هو كان قافل على الطريق. طبعا كان معانا كلمة good and evil right and wrong. دي معناها الخير والشر، الصح والغلط، ودول كانوا متناقضات اللي هي opposites أو antonyms وantonyms يعني برضو متناقضات أو متضادات. بتقول antithesis وantithesis يعني نقيض. antithesis. ترجمة الآية تاني and shown him the two ways of right and wrong good and evil وهديناه النجدين. الآية اللي بعد كده فلا اقتحم العقبة، ودي ممكن تترجم بطريقتين. الطريقة الأولانية كأني بقول يا لو يعمل كذا، لو يقتحم العقبة كتمني، أو ممكن نقول إخبارا إن هو ما اقتحمش العقبة. والترجمة الأولى بالمعنى اللي هو ما عملش ما اقتحمش العقبة هنقول yet he didn't brave the challenging route. ممكن أقولها but he didn't brave the challenging route. but أو yet معناها ولكن. didn't لم اللي هو في الماضي نفي في الماضي. brave يقتحم أو يواجه challenging route الطريق الصعب. أول كلمة معانا كانت كلمة but أو yet اللي معناها ولكن ودي بتدي معنى التناقض. كلمة brave معناها شجاع فأقول he is brave يعني هو شجاع. لكن في الجملة هنا أو في الآية هنا كان معناها يواجه أو يتحمل. brave يواجه أو يتحمل. والمثال بيقول I decided to take the train rather than brave the traffic. يعني فضلت إن أنا آخد القطر بدل ما أواجه صعوبة المواصلات. بعد كده معانا كلمة challenge يتحدى أو تحدي. challenging يعني صعب. it is a challenge إنه تحدي. أو أقول it's challenging إنه صعب. لما كانت اسم حطيت it is a challenge. لما كانت صفة it's challenging من غير آخر كلمة في الآية كان كلمة route اللي ممكن أنطقها route يعني طريق. ترجمة الآية تاني but he didn't brave the challenging route. الترجمة التانية لنفس الآية if only he had attempted the challenging route of goodness instead. if only يعني كلمة للتمني زي I wish كده أتمنى. he had attempted كلمة attempted يعني يحاول زي كلمة try. the challenging route لسه قايلينها اللي هو الطريق الصعب of goodness اللي هو الخير instead بدلا من ذلك. أول حاجة معانا if only معناها لولا. و if only دي ليها قاعدة زي قاعدة I wish معناها يتمنى. لو جه وراها subject وانت بتتمنى في المضارع بتحط الفعل بتاعك في الماضي البسيط. فلو انت دلوقتي مش معاك عربية وعايز يبقى معاك عربية هتقول I wish I had a car now. لو انت مش معاك عربية وعايز يبقى معاك عربية تقول I wish I had a car. مش هتقول I wish I have. اسمع I wish I had عشان ده تمني حاجة مش موجودة بتفترضها. If only I had a car يعني لو معايا عربية ده أسلوب تمني. انت مثلا بتقول أنا مش بعرف أعوم فتقول If only I could swim ده معناه ان انت you can't swim. اما بقى لو انت بتتمنى حاجة في الماضي هتحط فعل في الماضي التام اللي هو had والpast participle. يعني مثلا انت بتقول I didn't study فعايز تقول ياه لو كنت ذاكرت هتقولها If only I had studied. يا ريتني كنت ذاكرت. I wish I had studied. فتخلي بالك ان if only او I wish لو جه وراها فاعل الفعل بيكون في الماضي لو بتتكلم عن المضارع ويبقى في الماضي التام لو بتتكلم عن الماضي. كان معانا برضو كلمة attempt وكلمة attempt دي كلمة formal أكتر من try. أو academic أكتر من try. هي زي try في المعنى يحاول بس هي academic أكتر. وكان معانا كلمة goodness وgoodness معناها الخير. كان في برضو كلمة instead يعني بدلا من ذلك. بدلا من ذلك. خلي بالك كلمة instead ليها قاعدة معينة في instead وفي instead of. كلمة instead بتيجي ما بين جملتين أو بتيجي في آخر الكلام. I want play. I will study instead. يعني أنا مش هلعب أنا هذاكر بدلا من ذلك. جت في آخر الكلام. ممكن تقول I want play instead I will study.
انا مش هلعب، بدلا من ذلك انا هذاكر. يبقى يا اما تيجي في النص يا اما تيجي في اخر الكلام. اما instead of خلي بالك ان هي اولا بيجي وراها اسم او verb ing، اسم او gerund، noun او gerund، وتيجي في اول الكلام خالص او في النص، اول الكلام او في النص. فتقول كده instead of playing I'll study، instead of playing I'll study، بدلا من اللعب انا هذاكر. او تقول I'll study instead of playing، I'll study instead of playing، هذاكر بدل اللعب. يبقى الترجمة الثانية للآية هتبقى if only he had attempted the challenging route of goodness instead فلا اقتحم العقبة. الآية 12 وما أدراك ما العقبة. And what can make you realize what the challenging route is. And what can make you realize what the challenging route is. And what ما أو ماذا can make you يجعلك realize تدرك what the challenging route is ما هو الطريق الصعب. كلمة what معناها ما أو ماذا، وكلمة can معناها يستطيع أو يقدر، make يعني يجعل، وكلمة realize معناها يدرك. وهنا بقى في قاعدة قلناها أكتر من مرة بس لازم أفكرك بيها، إن كلمة make معناها يجعل وبيجي وراها المفعول بعد كده مصدر الفعل أو صفة. make me cry يعني اجعلني أبكي، أو he made me cry هو جعلني أبكي. أو ممكن أقول he made me sad جعلني حزينا. فممكن make وراها المفعول مصدر أو make وراها المفعول صفة. وترجمة الآية تاني and what can make you realize what the challenging route is وما أدراك ما العقبة. ترجم الآيتين اللي جايين مع بعض، والآيتين اللي جايين بيتقرأوا بطريقتين، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. في قراءة تانية بتقول فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. تعال بقى نترجم الآيتين دول بالقراءتين دول. الترجمة الأولانية فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، دي قراءة كل القراء العشرة، كل القراء بيقولوها كده ما عدا ابن كثير والكسائي وأبو عمرو. الترجمة هتبقى It is the freeing of a slave or feeding on a day of severe hunger. It is the freeing of a slave or feeding on a day of severe hunger. It is the freeing of a slave. It is يقصد العقبة يعني the freeing اللي هو تحرير of a slave تحرير العبد or feeding أو إطعام on a day في يوم of severe hunger يعني جوع شديد. أو ممكن تشيل of severe hunger دي of starvation اللي هو المجاعة أو famine اللي هي المجاعة. يبقى ممكن أقول ترجمة الآيتين كده It is the freeing of a slave or feeding on a day of severe hunger, starvation أو famine. معنى كلمة free وكلمة free حر أو يحرر زي ما قلنا في الأول إن هي ممكن يكون معناها مجاني. وجاء منها freeing اللي هو تحرير اللي هو فعل التحرير نفسه. وجاء منها freedom اللي هي الحرية. معانا كلمة slave اللي هي عبد. slave عبد. slavery العبودية. slavery العبودية. slave عبد. slavery العبودية. معنى كلمة feed يعني يطعم. جاء منها كلمة food اللي هو الطعام. معنى كلمة severe وسيفير يعني شديد أو قاسي. وكلمة hunger اللي هو الجوع. أما كلمة hungry معناها جعان. وكان معانا كلمة famine وfamine يعني المجاعة. ومعانا كلمة starvation وstarvation مجاعة برضو. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أما القراءة الثانية قراءة ابن كثير والكسائي وأبو عمرو هيقرأوا فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، معطوفة على النفي الأولاني yet he didn't brave the challenging route، فكان فيها نفي. هنا بيعطف على بيقول nor did he free a neck from slavery nor did he free a neck from slavery nor did he feed on a day of starvation nor did he free a neck from slavery nor did he feed on a day of starvation. معنى كلمة nor ونور يعني ولا، ده العطف اللي على النفي. nor did he لم يفعل ذلك يعني. ولما ببدأ بنور في أول الجملة بحط بعديها صيغة سؤال. يعني أنا لو قلت I cooked تمام دي معناها أنا طبخت. طب أنا عايز أقول I didn't cook ما طبختش، وعايز أقول كمان ما نظفتش nor did I clean. فلو بدأت الجملة بنور وانت قصدك انت بتعطف على نفي هتقول nor did I كذا أو nor does he كذا. مثلا هقول I will not buy a car nor will I buy a mobile، يعني لا هشتري عربية ولا هشتري موبايل nor will I. فلو بدأت بنور بمعنى النفي ده هيبقى وراها صيغة سؤال تقدم الفعل المساعد على الفعل، هتعمل inversion
تاني لو قلت she doesn't cook يعني هي مش بتطبخ، هقول nor does she clean، هي لا بتطبخ ولا بتنظف. يبقى ترجمة الآية على القراءة دي هتبقى nor did he free a neck from slavery nor did he feed on a day of starvation. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. ترجمة الآية an orphan of near relationship أو an orphaned relative. an orphan of near relationship أو an orphaned relative. orphan يتيم، orphan يتيم، وجاء منها كلمة orphanage. orphanage وorphanage يعني ملجأ أيتام أو ميتم، والصفة منها orphaned. orphaned اللي معناها ميتم أو يتيم. طب إيه الفرق بين orphan و orphaned؟ orphan ده اسم، he is an orphan هو يتيم، ده اسم، زي مثلا هو دكتور فده اسم مش صفة. لكن لو قلت he is orphaned هنا مفيش أو الآن، لأن الاسم المفرد بحط قدامه أو آن، لكن دي صفة مش هحط قدامها حاجة. أما اليتم نفسه orphanhood. orphanhood حطينا هود دي علشان هخليها الاسم المعنوي. relationship يعني علاقة، ممكن تيجي معنا قرابة، علاقة أو قرابة. relation يعني علاقة. أما كلمة relative يعني قريب، relative يعني قريب من الأقرباء، يعني مثلا عمك خالك ابن عمك ابن خالك relatives اللي هم القرايب. near معناها قريب، قصده قرابة قريبة. وترجمة الآية تاني an orphan of near relationship أو an orphaned relative يتيما ذا مقربة. الآية اللي بعد كده أو مسكينا ذا متربة، والترجمة هتبقى or a destitute person in the dust or a destitute person in the dust. قصده يقول إن هو homeless person شخص من غير مأوى بينام على الأرض فعلى التراب. ممكن أشيل كلمة destitute وأحط مكانها needy أو poor اللي هي فقير. or a destitute poor needy person in the dust a homeless person. الكلمات اللي كانت موجودة معانا في الآية destitute يعني فقير أو معدم معهوش حاجة خالص، needy يعني محتاج، ودي جاية من كلمة need needy، حطيت الواي عشان أعمل الصفة زي sand sandy، sun sunny. poor يعني فقير وجاية من كلمة poverty اللي هو الفقر، poor فقير، poverty الفقر. كلمة dust معناها تراب، وكان في كلمة homeless وhomeless بلا مأوى. home اللي هو مأوى أو بيت أو وطن، homeless يعني بلا مأوى. ترجمت الآية تاني or a destitute needy poor person in the dust a homeless person أو مسكينا ذا متربة. الآية رقم 17 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وترجمة الآية هتبقى and above all to be one of those who have faith and urge each other to perseverance and urge each other to compassion. And above all to be one of those who have faith and urge each other to perseverance and urge each other to compassion. And above all وفوق كل ده to be أن يكون one of those واحد من أولئك who have faith عندهم عقيدة أو إيمان and urge وبيحثوا أو بيشجعوا بعض أو بيتواصوا each other كل واحد فيهم بيشجع التاني to perseverance اللي هو الصبر، وممكن تخليها patience perseverance المثابرة أو patience الصبر and urge each other to compassion وتواصوا بالمرحمة. معنا كلمة above all، و above all معناها most importantly يعني أهم حاجة فوق ده كله. one of those يعني واحد من أولئك هم الذين have لديه أو يتمتع به. faith يعني عقيدة أو إيمان، ودي جاية منها كلمة faithful. faithful يعني وفي أو مخلص، faithful وفي أو مخلص، الحال منها faithfully بوفاء أو بإخلاص. وخلي بالك إن احنا بنستخدم كلمة faithfully دي في الإيميلات، لما باجي أمضي الإيميل في الآخر بقول yours faithfully، ودي بستخدمها لو مش عارف اسم الشخص اللي أنا ببعت له، يعني فورمال إيميل وببعت لحد أنا مش عارف اسمه، فوق مثلا دير سير مدام فتحت هتكتب yours faithfully. أما لو أنت باعت فورمال إيميل وأنت عارف اسم الشخص اللي أنت باعت له تقولها yours sincerely، يا إما yours faithfully لو أنت مش عارف اسم الشخص، أو لو أنت عارف يبقى yours sincerely. كان معانا كلمة urge، وurge معناها encourage يعني يشجع، each other يعني كل منهما الآخر، each other يعني كل منهما الآخر، urge each other بيشجع كل منهما الآخر وتواصل. يعني الكلمة اللي كانت معانا بعد كده كلمة perseverance أو ممكن تقولها perseverance،
وكلمة perseverance أو perseverance معناها المثابرة أو الصبر، ونحطها في مثال ونقول It took perseverance to overcome his reading problems. It took perseverance to overcome his reading problems. والمثال بيقول إن الموضوع خد منه صبر ووقت ومثابرة عشان يتغلب على مشاكل القراية، والمثال بيوضح قد إيه اللغة محتاجة مجهود. وكلمة perseverance أو perseverance جاية من كلمة persevere اللي معناها يواظب أو يثابر أو يصبر. It can be tricky at first but persevere. It can be tricky at first but persevere. يعني ممكن يكون الموضوع في أوله صعب أو مخادع ولكن اصبر. معنى كلمة patience الصبر، patience الصبر آخرها CE. أما كلمة patient دي الاسم معناها مريض والصفة معناها صبور. كنا برضه عملنا فيديو من الشورتس تحت، هسيب لك اللينك بتاعه عشان تفهم الفرق بين الاثنين، patient اللي هي مريض أو صبور. بعد كده كلمة compassion اللي هي الرحمة أو العطف، وجاي منها compassionate اللي هو عطوف أو رحيم. And above all to be one of those who have faith and urge each other to perseverance and urge each other to compassion. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الآية رقم 18 أولئك أصحاب الميمنة. Those are the people of the right hand. Their book of deeds will be given to them in their right hands. أو ممكن أقول إن هما the dwellers of paradise. Those are the people of the right hand. Their books will be given to them in their right hands. أو they are the dwellers of paradise. كلمة الآية معناها إن دول أصحاب الميمنة اللي هيعطوا كتابهم بيمينهم، أو إن هم في سكان الجنة. Those are the people of the right hand. Those are أولئك الذين people الناس of the right hand أصحاب اليمين. Their books of deeds كتبهم will be given to them ستعطى لهم in the right hands بيمينهم، أو the dwellers of paradise اللي هم سكان الجنة. Those اسم إشارة للجمع البعيد. Those are my friends. Those are my friends. أولئك أصدقائي واقفين بعيد. The right hand يعني أصحاب اليمين. Their books of deeds يعني كتب أعمالهم. Their books كتبهم of deeds. كلمة deed يعني أعمال. deeds أعمال. كتب الأعمال بتاعتهم أو الصحائف بتاعتهم will be given to them ستعطى لهم. طبعا خلي بالك إن will be تصريف ثالث ده مستقبل في المبني المجهول أو مبني المجهول في المستقبل. يعني لو قلت لك I'll give you a car يبقى a car will be given. will be والتصريف الثالث. لو انت عندك will عايز تحولها مبني المجهول will be والتصريف الثالث will be given to them in their right hand بيمينهم. معنا كلمة dwellers اللي جايه من كلمة dwell، ودwell يعني يسكن dwell، اما dweller اللي هو الساكن. كلمة paradise يعني الجنة او الفردوس، وخلي بالك ان كلمة paradise زي فردوس paradise. الانجليش شبه العربي شوية. ترجمة الآية تاني. Those are the people of the right hand. Their books of deeds will be given to them in the right hand. أو they are the dwellers of paradise. أولئك أصحاب الميمنة. الآية رقم 19 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. As for those who reject our verses, those are the people of the left hand. Their books of deeds will be given to them in their left hand. أو dwellers of hell. As for those who reject our verses, those are the people of the left hand. Their books of deeds will be given to them in their left hand. أو dwellers of hell. أول كلمة معنا كلمة reject، ورeject معناها يرفض أو يكذب. جاء منها كلمة rejection اللي هو الرفض أو التكذيب. rejection رفض أو تكذيب. أما كلمة verse معناها آية. verse معناها آية. طبعا left hand قلنا right hand هم أصحاب اليمين، left hand أصحاب الشمال. وهنا معنا كلمة hell اللي هي معناها الجحيم أو النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ترجمة الآية تاني. As for those who reject our verses, those are the people of the left hand. Their books of deed will be given to them in their left hand. أو the dwellers of hell. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. Over them is a fire with no exit. Over them is a fire with no exit. Over يعني على أو فوق. عندنا كلمة fire معناها نار with no exit يعني بلا مخرج. with no exit بلا مخرج. Over them is a fire with no exit. وترجمة السورة كاملة. I do swear by this city, and you are an inhabitant of this city, and by the begetter, father, parent, Adam, and that which he begot, his progeny. Indeed, we have created humanity in constant toil and struggle, hardship, distress. Does he think that no one will be able to restrain him, will have power over him? He says boastfully, I have wasted, squandered, consumed wealth in abundance. Does he think that no one observes him?
Have we not given or made for him 2 eyes, a tongue, and 2 lips, a pair of lips, and shown him the 2 ways of right and wrong, good and evil? But he didn't brave the challenging route. If only he had attempted the challenging path of goodness instead. And what can make you realize what the challenging route is? It is the freeing of a slave or feeding on a day of severe hunger, starvation or famine. أو ممكن ترجمها nor did he free a neck from slavery, nor did he feed on a day of starvation. An orphan of near relationship, an orphaned relative, or a destitute, needy, poor person in the dust, a homeless person. And above all, to be one of those who have faith and urge each other to perseverance, patience, and urge each other to compassion. Those are the people of the right hand. Their books of deed will be given to them in the right hand, أو نقول the dwellers of paradise. As for those who reject our verses, they are the people of the left hand. Their books of deed will be given to them in the left hand. The dwellers of hell. Over them is a fire with no exit. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى من الله عز وجل انه يتقبل مني ومنكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من كل كلمه قلناها. ربنا يجعلها ميزان حسناتنا واياكم ان شاء الله. طبعا مش هنسى اقول لك لازم يكون معاك ورقه وقلم عشان تدون كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، وتعيد الفيديو مره تانية، وتحط الجمل اللي احنا كتبنا، وتحفظ الجمل اللي احنا قلناها النهارده دي، وتحاول تاني تطلع التعريفات بتاعت الكلمات وتحط جمل عليها من عندك، وتتدرب علشان تحصل على اكبر استفاده. وطبعا مش هنسى اقول لك ان انت دعمك لينا بالشير وباللايك والكومنت بيدعمنا ان احنا نكمل علشان نكمل في المحتوى بتاعنا ده. الشير الشير الشير. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.